الو. محمود، فين فيديو التحديات؟ المفروض ان انا شغال عليه دلوقتي. ما تضحكش عليا، انت بقالك اكتر من 3 شهور ما عملتش فيديو تحديات. ايوه، ما انا كل ده بفكر فيه، ما انا عايز اعمل حاجه محترمه، عايز اعمل حاجه ليها قيمه. ده عذرك. طيب بتتأخر ليه عشان تنزل الفيديوهات التانية؟ انت مش فاهمني بجد. انا عايز اعمل فيديو تحديات محدش يقدر ينساه. محمود، ده مجرد فيديو تحديات. لا، الموضوع اكبر من مجرد فيديو تحديات. السلام عليكم، انا محمود اسماعيل وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على MI VP 40. وزي ما كتير منكم عارفين، ده معناه ان الفيديو ده تحديات. فعاوزكم دلوقتي تستريحوا وتتفرجوا على الفيديو، ومن غير كلام كتير يلا نبدأ. اتحداك تخبط العارضة بالكورة 3 مرات ورا بعض. تعرفوا، الفيديوهات دي بتخليني اعمل الحاجة اللي انا بحبها، ومن الحاجات دي الكورة. رخيصة قوي دي، ترماني من ورا. تعرفوا، الفيديوهات دي بتخليني اعمل الحاجة اللي انا بحبها، ومن الحاجات دي الكورة. اقفل اقفل اقفل. واحد. واحد. اثنين. اوكي، خلينا نقف هنا ثانيه. دلوقتي الشوطه اللي انا لسه شايطها دي فعلا لمست العارضه، وانتوا لو رجعتوا الفيديو واتفرجتوا عليها وركزتوا شويه هتلاقوا انها فعلا لمست العارضه. وبكده انا عملت التحدي، شوط الكوره 3 مرات ورا بعض، والثلاث مرات الكوره جت في العارضه. ولكن انا بعد ما اتفرجت على الفيديو في الكاميرا لقيت ان ما عجبنيش. انا كنت عايز الشوطه الثالثه دي تخبط في العارضه جامد علشان يكون في حماس اكتر، وبكده احس ان انا فعلا عملت التحدي. فقلت خليني اعملها تاني واحاول اجيبها 3 مرات ورا بعض. اول مره لما عملتها زي ما انتوا لسه شايفين اخدتني 10 دقايق من ساعه لما وصلت، ولكن ما كنتش اعرف ان هي هتاخدني وقت كتير عشان اعرف اعملها تاني. واحد. يس. واحد. اثنين. اثنين. ولد. يس. ساعتين بعد رمضان عملنا. التحدي اللي بعده، اشرح نظرية فيثاغورس في 30 ثانية. من ايام الثانوية وانا بعمل الفيديوهات دي، واظن اكيد في حد في الثانوية بيتفرج على الفيديو ده، فركزوا في الكلام ده علشان ممكن ينفعكم.
خليك معايا على الوقت. ابدأ الوقت. طيب بكل بساطة النظرية دي بتنفع بس للمثلث قائم الزاوية، يعني دي زاوية 90. خلونا مثلا نسمي ده A، ده B، ده C. النظرية بتقول لك لو C ربعناها ضربناها في نفسها بقت تربيع بتساوي B تربيع زائد A تربيع. يعني لو دي مربع مساحته بتساوي حاجة زائد مساحة B هتساوي حاجة برضو، جمعناهم هيدينا مساحة C. ولو جزرناهم هيدينا C اللي هي طول الضلع. اسمع حد بعد كده يقول لي الرياضيات صعبه. اوكي، توضيح صغير. انا عارف الكلام ده ممكن يكون يعني سهل جدا لناس، حتى لو انت لو انت هندسه اكيد الرياضيات صعبه بالنسبه لك، ولكن عادي مشوها يعني. خليني اقول لكم حاجه. في 3 انواع من التحديات. رقم 1 تحدي بيختبر قدراتك كإنسان، مثلا زي لعب الكورة أو اجري أو حاجة ليها دعوة بالرياضة. ورقم 2 حاجة بتكون طالعة ترند وأي حد يعرف يعمل التحدي ده، مثلا try not to laugh challenge, don't judge me challenge, roast yourself challenge. ورقم 3 التحديات اللي ممكن تجيب لك أذى، مثلا تاكل حاجة غريبة، تروح تعمل حاجة لحد وممكن يضربك. ولكن في نوع من التحديات بيكون مخصوص بس الشخص اللي بيعمل التحدي هو اللي ينفع يعمله، كاستم، بالظبط زي التحدي اللي جاي ده. اتحداك تعمل مراجعة لأي فيلم بس بشخصية محمود العميق في أقل من دقيقتين. أهلا. الموضوع ممكن يبان غريب، ولكن أيوة أنا اللي هعمل الريفيو النهاردة. فلسفتي في الحياة هي خلي اللي يتكلم يتكلم، في النهاية كلنا هنموت. معاكم محمود العميق، أو زي ما انتوا عارفيني هيبستر محمود عمق. والنهاردة احنا هنتكلم على فيلم في أقل من دقيقتين. الفيلم اللي أنا اخترته هو فيلم من أكتر الأفلام المفضلة عندي، ويوسفني أقول إن هو فيلم مشهور وناس كتير تعرف عنه، وده أكيد بيمثل عدم التمييز والاختلاف، وده بالنسبة لي الحاجة اللي أنا عايش عشانها أساسا. فيلم خارق للطبيعة من كل النواحي، فن بمعنى الكلمة. أنا أكيد بتكلم عن فيلم فروزن. ابدأ الريفيو. مش عاوز انترو. في البداية نبص على السبويلر ميتر. أيوة أنا هحرق حاجات في الفيلم، لو مش عاجبك عادي، كلنا هنموت. الفيلم بيحكي قصة أختين ألسا وآنا. في بداية الفيلم أكيد بنشوف علاقتهم القوية لحد لما بيتفرقوا، علشان ألسا عندها قوة، ولكن في الفيلم ما بيقولوش عليها قوة، بيقولوا عليها لعنة. المهم بعد شوية أهلهم بيموتوا، وفي دندنة سريعة من أحسن الأغاني اللي في الفيلم Do you wanna build a snowman بنشوف الوقت وهو بيمر وهما الاتنين بيكبروا. وفي الوقت ده لازم ألسا هي اللي تكون الملكة، وبعد حفلة التتويج ألسا بتبهدل الدنيا، ومرة واحدة بتستخدم قواها الخارقة وبتقلب الدنيا تلج، بتقلب الدنيا شتاء على العالم كله. وبعد كده بنروح مع آنا رحلة علشان ترجع أختها وتنقذ كل حاجة بقوة الحب. الفيلم بيناقش قصة اجتماعية سيكولوجية جدا، الاختلاف والخوف منه. ألسا ما كانتش مسؤولة أو طلبت إن هي تكون مختلفة، ولكنها مختلفة. هل ده يعد غلط منها ولا غلط من العقول اللي رافضة تغير منهج تفكيرها؟ دايما الهيمنة بتكون من الطبقة العالية على الطبقة اللي تحت، وفي الحالة دي ألسا هي الملكة وهي قررت تقلب الدنيا شتاء. ليه بقى في الفيلم الناس خافوا منها مع ان ده نوع عادي من الهيمنة اللي الناس متعودة عليها؟ ولا بس علشان هي مختلفة؟ ودلوقتي جه الوقت ان احنا نقيم الفيلم. كان حلو، ولكن انا متأكد ان لو كان في كتاب كان هيبقى احلى. شكرا. اعمل دبل كيك. طيب عاوزكم تركزوا معايا. هناك ياسين هو اللي هيرفع لي الكورة وانا هقف هنا واعمل الدبل كيك. يلا يا عم. والله التحدي اللي بعده.
اتحداك تمضغ 30 لبانة لمدة دقيقتين. انا عملت 5 فيديوهات تحديات، ويعني انا شايف ان ده اغرب تحدي جالي. يلا نبدأ. عندي لبان، كل واحدة من دول فيهم 14. طيب دلوقتي السؤال، هل اعملهم واحدة واحدة ولا اجمعهم كلهم واكلهم؟ طيب انا بقول عشان التحدي بيقول امضغ 30 لبانة لمدة دقيقتين، فانا هخلي ال 30 لبانة مع بعض وبعدين ابدأ الدقيقتين اول لما اكلهم. fair enough. دلوقتي وصلنا ل تقريبا حاجة وعشرين، كتير. يلا بينا دلوقتي. هم دول ال 30 لبانة كلهم هنا في المنديل ده. يلا نبدأ. 1 2 تعال. دلوقتي انا فهمت ان دي فعلا فكرة وحشة جدا. الموضوع صعب والله يا جماعة، مش قادر أتكلم. تقريبا هو لما كتب 30 لبانة كان قصده على اللبان الصغير. عارفين اللبان الصغير؟ سكس لبان أبو ربع ده من باقي 3. ثلاثين. ابدأ دقيقتين. من الصعب جدا عليا دلوقتي ان انا انفخ بالونه، وده اللي انا كنت عايز اعمله بصراحه لما قلت اعمل التحدي ده، لان فعلا بقي كامل عباره عن لبان. ايه بقي دقيقتين done. يس مان. اوكي، التحدي اللي بعده. اتحداك تعمل الفيديو مع يوتيوبر مشهور. اوكي، في يوتيوبرز كتير مشاهير، ودي حاجة تسعدني ان الناس بتحب تتفرج عليهم، ولكن في حاجة هنا انا عايز اتكلم عليها، وهي يعني ايه مشهور اساسا؟ ليه احنا ممكن نصنف حد انه مشهور وحد تاني لا؟ وليه موجودة فكرة ان يوتيوبر يعمل فيديوهات مع يوتيوبر تاني؟ انا مش شايفها حاجة ليها لازمة. الو محمود، كيف حالك؟ ايش عامل؟ من زمان عنك يا اخي. طيب فين المشروع اللي قلت بنسوي فيديو مع بعض والكلام هذا؟ التعاون على اليوتيوب هو اهم حاجة. ودلوقتي ناخد فاصل اعلاني. اهلا، انا محمود اسماعيل. عاوز تعرف ازاي انا عملت 10,000 دولار في يوم واحد؟ الموضوع بسيط جدا، وانا عارف ان انت عاوز تكون مليونير ومستقر في حياتك. هل انت زهقت من كل الاعلانات اللي بتقول احنا هنقدر نخليك غني وبينصبوا عليك؟ يبقى انت في المكان الصحيح، علشان الاعلان ده برضه نصب وكلام فاضي. من كام سنة واحد صاحبي عزيز عليا جدا اتكلم معايا في حوار شركة KU Net، ولكن انا ما كنتش مقتنع قوي
الحوار لحد لما قال لي ان هو بيعمل فلوس كتير جدا، وكمان اكتشفت ان هو طلع مصاحبني بس علشان يدخلني معاه. ولكن يعني بص عليا دلوقتي بعمل فلوس كتير وما عنديش صحاب. فكرة كيو نات بسيطة جدا، انت هتدفع لنا فلوس بس. لا انت ممكن بالفلوس دي هتشتري من عندنا حاجات كتير، ولكن كلها غالية وعمرك ما هتستعملها. وبعدين هتبدأ تشتغل معانا وتجيب ناس تانيين يشتغلوا تحت الهرم بتاعك، ولكن برضو لازم يشتروا حاجة قبل ما يشتغلوا. ما تخافوش، الموضوع مش نصب او غسيل اموال خالص. في حاجة مهمة قوي الناس لازم تعرفها، مفيش حاجة في البيزنس اسمها ادفع علشان تاخد فلوس، ولكن احنا عايزين نوصل للناس اللي مش عارفين ده. مستني ايه؟ انت ممكن تبقى مليونير من غير اي شغل ومن غير اي تعب، علشان لو الحياة فعلا كده يبقى ليه كلنا ما عندناش فلوس ومستريحين؟ كيو نات. او انت ممكن تبطل تدخل على المواقع اللي بتسرق منها الافلام والمسلسلات الاجنبية عشان تبطل تجيلك الاعلانات دي. غني. انا ملاحظ ان المرة اللي فاتت اللي غنيت فيها راب الموضوع عجبكم، ولكن المرة دي مش هتكون راب. على اليوتيوب من الثانوية عملت فيديوهات فور فن كتير ومش شوية. اتحداك تلعب 50 ضغط في اقل من 3 دقايق. ياسين، اظن ان دي النهاية. هي دي النهاية. نهاية انا ان هم مش في امكانياتي ان انا اعمل 50 مرة. مش مشكلة. عرفوا نقطة الضعف. ها؟ قول لي عشان اعمل ستوب واتش. ماشي، الوقت عندك. ها؟ 50 في دقيقة. يلا ابدأ. كام؟ 44. هنا 50 ثانية و97 جزء من الثانية. Try not to cry challenge. شكرا لكل الناس اللي بعتولي التحدي ده، لانه بقاله فترة في دماغي وانا عايز اعمله في القناة. انا قلت اتفرج على حاجة فعلا ممكن تخليني اعيط، فسألت واحد من صحابي ان هو يعمل لي زي ما تقولوا مونتاج صغير كده لكام كرتون من اللي كنا بنتفرج عليهم واحنا صغيرين، الاغاني بقى وكده. خلونا نبدأ. كلاسيك هزيم الرعد. بصراحة مفيش أي حاجة جاية لي دلوقتي، لأن بصراحة وأنا صغير ما كنتش بتفرج على هزيم الرعد كتير أوه، أهو ده فعلا اللي كلاسيك. قناص. قد لمع بالليل من هو الصامد المغامر. على أيام that was the shit بجد. يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس. اوكي لحد دلوقتي تمام. في المشاعر. شوق يدفعني همساتها أحلى منا كلماتها أيام قلبا معطاء. لن نستسلم للآلام.
كانوا خلونا نتفرج على حاجة زي كده صغيرين. ايه اوكي، بدأ في حاجة دلوقتي. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء. الأمل صغيري، لا انظر نحو السماء. وحبا ناشرا من أين قطرات تعاونت قطرات في قلبها نبض. اتحداك تشرب عصير طماطم. اسمع اغنية ابطال الديجيتال من غير ما تقشعر ولا تتحرك. لا كده كتير. اتحداك تقف على ايدك دقيقة كاملة قدام الكاميرا، وبعدين اول ما تقوم تاكل ليمونة بقشرها. انا عارف ان انتوا بتحبوا التحديات دي اللي فيها حاجتين مرة واحدة. معاك الوقت. كام؟ 20 30 كام؟ 45 50 كام؟ تايم. فكرة مش حلوة. وبس كده، فاضل تحدي واحد، آخر تحدي. ولكن جه الوقت إننا نجرب حاجة جديدة. أتحداك تعمل سيناريو مجمع لكل التحديات اللي هتختارها وتنفذها في السيناريو كأنه فيلم قصير. أوكي. تعرفوا الفيديوهات دي بتخليني اعمل الحاجة اللي انا بحبها. من ايام الثانوية وانا بعمل الفيديوهات دي. الموضوع ممكن يبان غريب، ولكن عاوزكم تركزوا معايا. انا عملت 5 فيديوهات تحديات، ودي حاجة تسعدني ان الناس بتحب تتفرج عليهم، ولكن اظن ان دي النهاية. شكرا لكل الناس. انا عارف ان انتوا بتحبوا التحديات، ولكن جه الوقت اننا نجرب حاجة جديدة. على اليوتيوب من الثانوية عملت فيديوهات فور فن كتير ومش شوية، وبس من سنة عملتهم بجدية. بس لسه فور فن برضه يعني. أفلام قصيرة، اسكتشات وفيديوهات فكرية عملتهم علشان دي حاجة مهمة ليا. ولكن على اليوتيوب في حاجة مش عادية، فيديوهات تحديات وفيديوهات سؤالية.
عملت منهم زي ما اتطلب مني، اكلت قرفة شربت شطة ولعبت كورة ساعات، غنيت راب رحت الجيم ضربت واحد. الغي تحدي. دي حاجة تسعدني ان عجبتكم الفيديوهات، ولكن الفيديو ده هو آخر فيديو تحديات. آخر فيديو تحديات. وبس كده، ده كان اخر فيديو تحديات انا هعمله في القناة. طبعا في حاجات كتيرة انا لازم اوضحها ليه انا مش هعمل فيديو تحديات تاني. خلوني بس اقول في البداية ان انا ما عنديش اي مشكلة مع فيديوهات التحديات على اليوتيوب، لا، في ناس بيعملوها بشكل حلو والناس بتعجبهم وبيتفرجوا عليهم، وانا ما عنديش مشكلة ان الناس تكون عارفاني كمحمود اللي بيعمل فيديوهات تحديات، مش محمود اللي بيعمل فيديوهات عن مواضيع او عن الافلام او السكتشات، لا، لان انا زي ما بعمل الفيديوهات دول انا برضو عملت فيديوهات تحديات. ولكن انا هبطل التحديات علشان خلاص حاسس ان مفيش اي حاجة جديدة ممكن اعملها، مفيش طريقة ان اعمل فيها فيديو تحديات بشكل ابدع فيه. وغير كده بصراحة التحديات بقت مكررة، وانا دايما بحاول اخلي المحتوى اللي انا بعمله على القناة يكون الحاجة اللي انا بحبها ويعجب الناس اللي بيتفرجوا. فكل اللي انا عاوزه منكم هو دعم، لان احنا خلاص هنسيب التحديات وهنحاول نتنقل لمرحلة تانية جديدة، ولكن الخطوة دي هتكون تطور ليا كواحد بيعمل فيديوهات وانتوا هتكونوا معايا. اللي لسه عاوزين فيديوهات التحديات هم موجودين في القناة، ممكن ترجعوا لهم في اي وقت وتتفرجوا عليهم. وبس كده، دي كل حاجة انا كنت عايز اقولها. شكرا مرة تانية على دعمكم المستمر، ولو انت تتفرج على الفيديو ومش مشترك في القناة ما تنساش تشترك في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. انا محمود اسماعيل واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. ولكن ثانية، قفلة مش حلوة دي يعني. احنا وصلنا ام اي في بي 40 ونخلصها كده؟ اللي انا ماسكه في ايدي ده حاجة اسمها الكالوراينا ريبر، المعروفة بأحر فلفل في العالم. طبعا زي ما كتير منكم عارفين انا اكلت الجوست بيبر بس لما كان عندي 2500 مشترك، وكنت فاكر ساعتها ان هي دي اكبر حاجة، ولكن طلع لا، دي هي اعلى حاجة. واظن ان مفيش اي وقت احسن ان انا اكلها غير دلوقتي، احتفالا باخر فيديو تحديات. بس للتأكيد ايوه هي دي الكالوراينا ريبر فريش إدز كارولاينا ريبر مش عارف ايه، وهي واصلة مجففة طبعا علشان انا طالبها من امريكا. يا نهار اسود. وبس دلوقتي انا بفكر ان دي فكرة مش حلوة اوي. دلوقتي انا هاكلها وهقعد اكتر وقت من غير ما اشرب اي حاجة ولا اكل ايس كريم. المهم ومن غير كلام كتير، انا محمود اسماعيل وده تحدي احر فلفلة في العالم، الكارولاينا ريبر. اوكي. على عكس الجوست بيبر دي بتبدأ على طول. اوه، ملاحظين العرق بدأ يجي. انا بصراحة متربي على اكل حراق كتير،
هو ولكن حراق زي كده دي هو اوه. اوكي الندم بيجي دلوقتي في ندم جاي. انا بحاول دلوقتي اعمل نفسي ان انا ناشف كل حاجه، ولكن اوه لا حراقه جدا. اوكي. وداني طالع منها دخان. اوكي. عمري في حياتي ما وصلت لدرجه حراره حاجه حراقه زي كده. اوكي دلوقتي النار في جسمي كله. طيب تقريبا دلوقتي عدى دقيقتين ولا 3 دقايق. انا لازم ابدا اشرب. سوري. اه هو يعني دلوقتي انا عمال بفكر، المفروض اكون بفكر ان ايوه المفروض في اي وقت دلوقتي تبدا تروح، ولكن بجد حاسسها عماله بتزيد. اوه اوكي خلاص بقى اوه خلاص بقى لا لسه 7 دقايق عدوا ساعة لما اكلتها ولسه موجودة. بجد انا اكل 2 جوست بيبر بس ما اكلش دي. اظن ان كده خلاص راحت. خلاص. لا لسه عادي يا محمود، استحمل. الشعور ده شعور الانتصار. اتحداك تنهي الحلقة.